يلا خلاص. بدأت تدشين الحملة الأمنية بقيادة العميد حمدي شكري وتوجيهات العميد أبو زرع المحرمي قائد الوية العمالقة يوم أمس، وتم تنفيذ عدة مهام في الشريط الساحلي من تمشيط أحواش المهربين والقاء القبض على عدد من المهربين والمطلوبين منهم. تقريبا حوالي 52 شخص تم إيداعهم السجن. واليوم بدأ الاتجاه الغربي من الشريط الساحلي، وتم العثور على عدد من المخازن الأسلحة والقذائف وبعض الممنوعات، والحملة ما زالت مستمرة، وإن شاء الله تستمر إلى أن يتم تصفية كل أوكار التهريب والمطلوبين أمنيا على حسب أوامر القبض التي تصل من النيابة وبلاغات المواطنين.